دكتور جيمس بينظر لصورة على الحيطة، وبينظر لصورة معينة وواضح إنها لوحدة بتهمه جدا. دكتور جيمس بيخترع جهاز لاكتشاف حركة الأجسام عبر الزمن، وبيشغل الجهاز أمام تمثال وبعدين بيرجع يشيل التمثال، ولما بيشغل الجهاز بيكشف التمثال اللي كان موجود منذ لحظات بعد ما شاله، واللي كان موجود من لحظات. وبيفرح جدا لما اختراعه بينجح، لكنه مش بيفرح كتير لأن اللمبة بتنكسر وبيتوقف الجهاز. دكتور جيمس بيغضب وبيرمي اللمبة في سلة المهملات، وواضح إن كان في لمط كتير رماها، وبيتضح إنه عمل عدة محاولات عشان يتوصل لاختراعه الجديد. بيغضب جدا وبيراجع اختباره من أول وجديد، وبيبدأ يصنع اللمبة من تاني وبيعدل فيها، لكن المرة دي بيضيف لها سائل كيماوي لونه أزرق. وبيركب اللمبة في الجهاز بعد ما عدل فيها، وبيجرب الجهاز من تاني، وبتشتغل اللمبة وبتطلع لون أزرق. وبيراقب اللمبة وبيكتشف إنها شغالة كويس وأصبحت مستقرة. وفجأة بتظهر إيد غريبة وبتمتد ناحية اللمبة. بيتخض دكتور جيمس بشدة وبيقرب عشان يشوف، وبيكتشف إنه عامل منجم كان موجود في المكان ده من سنين. وبيبدأوا ينظروا لبعض باستغراب، وبيقرب منه دكتور جيمس عشان يشوفه، لكن لما بيقرب سلك الفيشة بيتخلع من الجهاز، وبيختفي طيف عامل المنجم من المكان. وبينظر بتأمل لصورة المرأة اللي على الحيطة، وبيروح يشتري معدات وأدوات من محل عشان يطور بيها الجهاز بتاعه. وبيروح وبيعمل على الجهاز، وبينظر لصور واضح إنها صورة ناس تهمه، واضح إنه مع عيلته. بيحمل الجهاز فوق ظهره وبيوصل لمكان مهجور، وواضح إنه مهجور منذ سنين طويلة. وبيبدأ يستكشف المكان ومعاه الجهاز. بيشوف خيال على الحيطة، وبيشغل الجهاز بتاعه عشان يستكشف طبيعة الخيال ده إيه. وبيشوف أمامه دمية متعلقة بحبال، وبيبص للدمية باستغراب، ولما بيحرك دماغه بتتحرك الدمية زيه. وبيستغرب لما بيحرك إيده كمان، وبيلاقي الدمية بتتحرك زيه. بيسيبها وبيتقدم في طريقه بظهره وهو بينظر لها وخايف. وبيمشي كتير في الممر الطويل، وبيوصل لقاعة كبيرة، وبيبدأ يستكشفها بالجهاز بتاعه. وبيشوف صورة حربية على الحيطة مكتوب عليها اشتري سندات حرب، وواضح إنها صورة لحملة لتشجيع الناس في المساهمة في تكاليف الحرب العالمية التانية. وبيتضح إن الصورة كانت على الحيطة، وبمرور الزمن وقعت على الأرض. وبيشوف أمامه جهاز جراموفون، وبيقترب منه بالجهاز، ولما بيسلط الجهاز عليه بيبدأ الجهاز يشتغل، وبتشتغل الأسطوانة اللي كانت فيه، وبتشتغل أغنية قديمة من أيام الأربعينات في القرن الماضي. وبيشوف أطياب بتتحرك أمامه، وبيسلط عليهم الجهاز عشان يشوف، وبيلاقيهم رجل وامرأة بيرقصوا، وبيقترب منهم وبيشاهدهم باهتمام. وواضح إنها كانت قاعة للرقص والاحتفالات. وبيبدأ يشوف أعداد أكبر بيرقصوا، وهو في منتهى الدهشة والانبهار، وبيمشي وسطهم وهو مبسوط من المنظر الرومانسي الجميل والأغنية الجميلة اللي بيسمعها، اللي بتقول هنتقابل مرة تانية. بيكمل مشيه وبيواصل استكشاف المكان، وواضح إنه بيدور على أشخاص معينين. وفجأة بيشوف أمامه سرب من الأسماك، وبيشاهدهم وهو مستغرب جدا. وواضح إن المكان ده قبل ما يبقى قاعة كان بحيرة قديمة. وبيشوف أمامه زجاج مكسور، وبيسمع صوت هدير مخيف جدا، وبيقترب في خوف. وبيشوف في الغرفة آثار لمخالب على الجدران، وواضح إنها مخالب لمخلوق مخيف حفر الجدران نفسها بمخالبه. وبيراقب المخلوق وهو خايف جدا. يشوف أمامه جسم واقف من ظهره زي جسم إنسان، وبيسلط الضوء عليه، ولما بيلتفت بيكتشف إن عينيه مخيفة جدا
وكأنه مخلوق متوحش. بيبدأ يرتعب جدا من منظره، وبيمشي المخلوق رايح جاي أمامه، وبيلتفت ناحيته وبيفتح فمه وبيزعر زئير مخيف جدا. يبدأ المخلوق يغضب بشدة وبينزف عليه أشياء من على الأرض، وبتنكسر لمبة الجهاز بسبب شيء من الأشياء اللي رماها عليه، وبيجري بسرعة من أمام المخلوق وهو في منتهى الرعب، وبيظهر المخلوق خلفه وبيطارده، وبيستمر جيمس في هروبه من المخلوق المخيف، وبيجري بسرعة داخل الممر الطويل، والمخلوق بيجري وراه وبيظهر زئير مخيف. بيجري بسرعة وبيحاول يهرب منه، وبيحاول يدخل غرفة، لكنه بيلاقي الباب بيتقفل فجأة، وبيلاقي الغرف الكتير اللي أمامه أبوابها بتنقفل كلها. وأخيرا بيوصل لغرفة مفتوحة وبيدخل بسرعة، وبيحاول يغير لمبة الجهاز عشان يشتغل من جديد، وبيحاول بسرعة قبل ما المخلوق يوصل له، لكن بيدخل المخلوق الغرفة وبيقترب منه وبيحاول يهاجمه وهو مش شايفه. وفي آخر لحظة بيغير اللمبة وبيشغل الجهاز وبينظر عشان يشوف مكانه، وبيظهر المخلوق بشدة وبيدور عليه بالجهاز عشان يعرف مكانه فين. وفجأة بيظهر المخلوق من خلفه وبيحاول يهاجمه، وبيظهر المخلوق زئير مخيف جدا وبيحاول يهاجمه، لكنه بيستدير بسرعة وبيلمس ايده باللمبة اللي معاه، وبيشوف المخلوق ايده بتتفتت لما اللمبة لمستها، وبيخاف المخلوق وبيخرج من الغرفة. وواضح ان الجهاز بيكشف له حاجات قديمة جدا في أزمنة مختلفة. بينزل على السلم للدور الأرضي وبيوصل لقبر، وواضح انه بيبحث عن شيء او شخص معين، وبيستمر ببحثه. وفجأة بيشوف أمامه امرأة وبتلتفت وبتبصله، وبيبصلها بذهول لما بيكتشف إنها المرأة اللي كانت صورتها أمامه على الحيطة. وواضح من نظراته لها إنها أمه اللي دخل المبنى مخصوص عشان يدور عليها. بتبصله أمه في دهشة، وبيمد إيديهم عشان يلمسوا بعض، لكن ما بيعرفوش بسبب إن كل واحد في زمن مختلف، وكل واحد بالنسبة للآخر عبارة عن طيف مش أكتر. بياخد أمه وبيروحوا قاعة الرقص اللي كان فيها من شوية، وبيقرب الجهاز على الجراموفون اللي بيشتغل لما الجهاز بيقرب منه، وبتشتغل الأغنية من تاني اللي بتقول هنتقابل مرة تانية. وبتسمع أمه الأغنية باهتمام، وواضح إنها كانت بتحب الأغنية دي. بيشوف الاتنين الناس بترقص بسعادة داخل القاعة، وفجأة بيظهر شخص أمامهم اللي بيتضح إنه كان جندي في الحرب العالمية التانية، وبتنظر له أمه باهتمام وبسعادة كبيرة جدا، وبيتضح إنه أبوه من خلال الصور الكتير لأمه وأبوه اللي كان معلقهم على الحيطة عنده. وبنشوف صور كتيرة لهم على الحيطة، ومنها صورة لجيمس وهو طفل صغير مع أمه، وبينظروا أبوه وأمه لبعض في منتهى السعادة والحب. وبيتضح إن أبوه توفى في الحرب العالمية التانية من خلال الصورة اللي معلقها على الحيطة اللي مكتوب عليها إنه توفى في الحرب العالمية. مزيج من السعادة ودموع الحزن على وجه أمه اللي بتشوف طيف أبوه بعد ما فقدته في الحرب. طيف بيشاهد طيف، وابنهم أيضا بالنسبة لهم أمامهم كأنه طيف، وفي النهاية كل البشر هيصبحوا أطياف وعدم. الدنيا سريعة الزوال، لكن ياريت الإنسان يعرف. وبيشاهد جيمس أطيافهم وهو في منتهى السعادة، وبيطلع صورة من جيبه لهم، وبيقترب أبوه من أمه وبيحضنوا بعض بشدة، وجيمس بيشاهدهم في منتهى السعادة. بيشاهد أبوه وأمه اللي فقدهم لحظة ما تتنسيش أبدا. الأب والأم أغلى شخصين للإنسان اللي مفيش أي حد يقدر يملأ مكانهم بعد رحيلهم. لو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابع المزيد من الفيديوهات على قناتنا فيلم في كلمتين.
وإلى اللقاء في فيديو آخر مع القيمة والمتعة، وقناتكم فيلم في كلمتين. دمتم في رعاية الله. فيلم في كلمتين. قناة القيمة والمتعة.